السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. لازلنا بنجاوب على الأسئلة اللي بتجينا على الخاص، ومن ضمن الأسئلة هو ينفع إن أنا أعمل شرط في القايمة ما ينفعش مراتي تشتكيني بيها أو تحبسني إلا بعد الطلاق؟ بص، عامة القايمة زي العقد، شريعة المتعاقدين، يعني أي شروط هتتفق عليها فيها هتبقى ملزمة ليك وللزوجة. فالنهاردة أنت ممكن تكتب شرط في القايمة بتاعتك إن ما تحقش للزوجة المطالبة في القايمة إلا عند الطلاق أو الوفاة أو أقرب الأجلين. ده في واحد يقول لك يعني يا استاذ، هو الزوج لو توفى الزوجه تاخد القايمه؟ ايوه على فكره تاخد القايمه، بس ده حاجه تانية هنعمل لها فيديو مستقل وبتاع. الناس مفكره كده. العروسه لو بعد جوزها ما توفى وحبت تاخد القايمه من الاقارب وتستلم المنقولات بتاعتها هتاخد، بس طبعا الناس عشان كده هي بتقعد في مسكن الزوجيه، وفي ناس ما بتتزوجش خالص وبتقعد في البيت، فكده ما حد يعني مش متداوله معانا ان هي حد طلب بالقايمه بعد ما الزوج توفى، ولكن لو طلبت هتاخد. انما احنا النهارده بنتكلم هل ينفع ان انا ما اخليهاش تشتكيني بالقايمه وهي على ذمتي؟ ايوه، لو انت حاطط شرط في القايمه. طب النهارده في واحده تقول لي طب انا يا استاذ ما معيش القايمه خالص، او القايمه ضاعت مني. الفيديو اللي جاي ان شاء الله اقول لك تعمل ايه لو القايمه ضاعت منك، او ترجع حقك في القايمه ازاي. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه